مساء الخير. معاكم ممدوح مصري عايش في كندا تقريبا من 15 سنة بشتغل مستشار مالي وتأميني، ومش هقول كلمة فاينانشال ادفايزر عشان بتزعل ناس، وانا ما بحبش ازعل حد. بعمل فيديوهات عشان اقدر اساعد الناس يعرفوا ايه الحقيقي ويتصرفوا ازاي ويعملوا ايه. بعتذر اول حاجة عن التأخير ان انا اتأخرت في الفيديو الجديد، بس انا كنت تعبان وكنت ناوي اعمل فيديو عن النظام الصحي في كندا ونتصرف فيه ازاي ونعمل ايه. بس طبعا لقيت في حاجة اهم لازم اتكلم عليها النهاردة، هو اللي حصل في الايام اللي فاتت دي في موضوع المية. النهاردة هنتكلم على الكارثة اللي حصلت، وهنشوف هنتصرف ازاي ونعمل ايه وايه اللي هنعمله. هل طبعا كان في تساؤلات كتيرة جدا، هل هيأثر على التأمين، هيأثر على سعر البيت؟ كل ده هنقوله النهاردة. فخليكم معايا لأن الموضوع فعلا مهم جدا لأي حد موجود في كندا. طبعا احنا من زمان عارفين ان في كل سنة بيحصل موضوع حرائق في بريتش كولومبيا، اللي هي المقاطعة الأخيرة من ناحية الغرب، وقبليها ألبرتا. والناحية التانية بيحصل في كيبك وأونتاريو دايما فيضانات أو مية، مشاكل مية بتحصل. ده كل ده احنا عارفينه كل سنة بيحصل، بس ما فيش أي حاجة بتتعمل من الحكومة وبيسيبوا الكارثة تحصل. بس السنة دي كانت حاجة مش ظريفة خالص حصلت، والناس كتيرة اتضررت منها. خلينا نتكلم الأول على اللي حصل في 2018. 2018 صحينا الصبح على حاجة حصلت جامدة جدا، كان تقريبا شهر ابريل مايو، ان التلج ساح. الحرارة ابتدت تبقى كتير فالتلج ساح مرة واحدة، ومطرة نزلت كمان كتيرة جدا، والانهار بتاعتنا اللي موجودة والترع اللي هي البحيرات منسوب المياه بتاعها عالي جدا، وابتدى يغرق الاراضي اللي جنبها ويغرق المدن اللي جنبها. الكلام ده حصل مني اكتر في تورونتو، مش تورونتو انا اسف، في اوتاوا اللي هي العاصمة في مقاطعة أونتاريو، وكان جنبيها جاتينو من كيبك وبقيت حتة كبيرة من كيبك. اللي حصل ده إن الأراضي اتغرقت، الشوارع اتغرقت، الطرق اتقفلت، البيوت غرقت، ودي كانت كارثة رهيبة جدا جدا جدا. طبعا الحكومة جريت راحت منزلة الجيش عشان يساعد، لأن هم ما كانوش قادرين. لأن مش عايز أقول لكم إن مثلا شوارع تمتد لكيلو مثلا او 2 كيلو كلها غرقانه ميه، ميادين غرقانه ميه، مش كانوش عارفين يتصرفوا. الجيش نزل طبعا ساعد، والحكومه اتلامت ساعتها في ان هم ما قدروش يعملوا حاجه. مشكله اللوم بس مش في ان هم ما قدروش يعملوا حاجه، اللوم ان هم من 2016 و2017 ابتدى المنسوب الميه يزيد، وهم ما كانوش بيتحركوا ولا ياخدوا تدابير ولا يعملوا اي حاجه خالص. وده نوع من الفشل، يعني ان هم سايبين المواضيع تحصل وخلاص. المهم ان الكارثه دي اثرت على بيوت كتيره جدا، بيوت كتيره غرقت البيزمنت بتاعها، غرقت خالص البيزمنت، واتضرروا جامد جدا. المشكله ان في التامين ما بيغطيش الكوارث الطبيعيه، يمكن شركه او شركتين، الباقي ما بيغطيش الكوارث الطبيعيه، فما دفعوش حاجه خالص. حتى العربيات اللي كانت غرقت، لان انتوا عارفين العربيه لما بيخش فيها ميه خلاص العربيه بتبوظ تماما، بتطلع توتال لوس، برضه ما دفعوش حاجه لان قال لك دي كارثه طبيعيه. بيسموها acts of God، يعني أعمال الإله. ما بيغطوهاش خالص، وبالتالي الناس دفعت كتيرة. يمكن اتعمل صناديق من كيباك، عملوا صندوق لمساعدة الناس، بس الموضوع كان فعلا صعب جدا. أنا فاكر إن في واحد عميل عندي حكى لي إن هو كان في ميدان في الكباك هنا، وبعدين فوجئ ان لقى الميه جايه بتجري عليه وخدته سحبته. بيقول لي انا ما كانش ليا كنترول على العربيه خالص، مش قادر اعمل حاجه، والعربيه ماشيه 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 مع الميه. بيقول لي ما وقفتش غير لما خبطت في عربيه تانية، وزي ما تكون اتحشرت فوقفت، والميه شغاله، يعني ماشيه جامد جدا جدا جدا. فدي الكارثه اللي حصلت في 2018. من 2018 لغايه النهارده هل الحكومه عملت حاجه؟ ابتدت تعمل حاجه عشان توقف موضوع الفيضانات دي، انما ما عملتش حاجه عشان المطره نفسها ولا ايه الكوارث اللي ممكن تحصل. يوم الجمعه اللي قبل اللي فاتت يوم 9 اغسطس، كنت قاعد بالليل بشتغل لقاء مع عميل يعني وبشرح له، وبعدين فوجئت بكميه تليفونات ورا بعض ورا بعض ورا بعض، وكانت الدنيا من الصبح عماله تمطر كتير جدا. فانا فوجئت طبعا، جه على بالي على طول اللي ممكن يكون حصل، فابتديت ارد. فكلها شكاوي من البيزمنت غرق، البيزمنت غرق، البيزمنت غرق بسبب المطره. بس المره دي ما غرقش بسبب فيضان ميه، المره دي كانت حاجه غريبه جدا. تخيلوا ان مواسير الصرف اللي هي بتستقبل ميه المطره دي ما بقتش قادره، اتملت وما بقتش قادره، فابتدت تطلع الميه الزياده تدخلها على بيوت الناس. انتوا متخيلين الكارثه؟ لدرجه ان في فيديوهات نزلت اي ثينك شفتوها في الفيسبوك، وفي عملاء بعتوا لي ان بقى مثلا التواليت وبيطلع منه نافوره ميه، البانيو اللي في البيزمنت طالع منه نافوره ميه.
حاجة غريبة جدًا، وطبعًا منسوب المَيّة ابتدى يزيد جوّه البيزمنت، في حد قال لي إن هو وصل تقريبًا لغاية وسطه، يعني كان منسوب المَيّة عالي جدًا، وكانت كارثة كبيرة جدًا، جدًا، جدًا. الناس طبعًا ما كانوش أول مرّة يحصل حاجة زي كده، مش عارفين يعملوا إيه، يتصرّفوا إزاي، وعشان كده كانوا بيتصلوا بيّا، فطبعًا كنت بالاحق كتير. أنا دوري النهارده إن أنا أقول لكم نعمل إيه ونتصرّف في الموقف ده لو اتكرر تاني، عشان احتمال المطرة شغالة واحتمال يتكرر تاني. عايز اقول لكم ان من ضمن المؤشرات ان كان قبليها برضو من اسبوعين ثلاثه في تورونتو شفنا ميادين غرقانه بالميه بسبب المطره. في مونتريال هنا شفنا برضو ميادين غرقانه بالميه، وللاسف محدش ابتدى يفكر يعمل ايه او يعني يشتغل ازاي. فطبعا مش عايز اقول ان ده غلطات حكوميه وكلام من ده، بس يعني فاينلي في النهايه ما حدش يتصرف. خلينا احنا على المستوى الشخصي لما يحصل عندي انا كده في البيت هتصرف ازاي واعمل ايه ودور التامين ايه. تمام. اول حاجه ببشر ان نشكر ربنا ان التامين، لان دي مش كارثه طبيعيه، دي بيسموها باك سيور، يعني ميه راجعه او روتور دولو بيسموه كده بالفرنساوي. معناها ان ده تصريف، والتصريف ده متغطي في التامين، وبالتالي نشكر ربنا ان التامين مغطي هذه الكارثه اللي حصلت، وبيغطي العفش اللي جوه وبيغطي كل حاجه وهيصلح ويعمل. بس المشكله اكبر من كده بكتير، لان تخيلوا عندنا هنا في كيباك ما يقرب من 12,000 بيت تقريبا متضرر لغايه دلوقتي، فيعني شركات تامين نار. خلونا نشوف نعمل ايه. اول حاجه لما يحصل عندك كارثه خليك هادي، انزل. اهم حاجه ما تتكلش على شركه تامين في الوقت ده، لان شركه التامين هيكون عندها اتصالات كتيره جدا 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 جدا، وبالتالي مش هتعرف ترد، كله هيبقى على الويتنج على الويتنج على الويتنج. وخصوصا لما كنا بالليل كمان ما كانش في حد كتير، يعني بيبقى موظف او اتنين موظفين هم اللي بياخدوا الكليمز اللي هي المطالبات، وبالتالي صعب جدا انك تتصل بشركه التامين وتتكل عليها دلوقتي. حاول تعمل حاجه اظرف جدا، اتكل على نفسك بسرعه بانك تروح. اول حاجه تعملها صور الميه اللي حصلت، صور الحاجه اللي باظت، او دي ممكن تخليها بعدها بعد ما تشيل الميه. وتاني حاجه تروح تجري تجيب مكنه شفط ميه. المكنه دي بتتباع في كنديان تاير في اي مكان زي هوم ديبو. تروح تجيب المكنه وتحطها بسرعه وتركبها وتشفط الميه. طيب في كارثه حصلت زياده، ان في ناس بعد ما راحوا جابوا مكنه شفط الميه فوجئوا ان الكهرباء اتقطعت، قطعوا عليهم الكهرباء، فبقت مكنه شفط الميه يوسلس، ملهاش اي قيمه خالص. فطبعا نصيحه في الوقت ده حضرتك بسرعه اتصرف، ان انت لو عندك ولادك اصحابك وات ايفر اي حد يجي يساعدك في انك تطلع الميه ترميها. فقالوا لي طب نطلع الميه فين اذا كان الميه في الشارع بره؟ بره الميه عاليه، يعني هنوديها فين؟ ما هتنزل ترجع لنا تاني. خدها وارميها في الباك يارد بتاعك في الجنينه من ورا اللي هي والزرع، هو هيقبل الزرع بيقدر يشرب ميه. بس المهم ما تسيبش الميه جوه البيزمنت، لان ده هيسبب خراب اكتر في الموضوع. نمره ثلاثة، حضرتك صورت، شلت الميه، حضرتك تجيب مراوح على قد ما تقدر، مراوح كبيره بتتباع، او لو عندك كذا مروحه في البيت حطها على الحيطان كويس، حطها على الارضيات. عندك جهاز بتاع الرطوبه حطه، عشان ده ينشف شويه، لان الميه كل لما هتزيد هتعمل عفن وهتعمل بكتيريا، وده مش كويس على الصحه. فده لازم نعمله بسرعه، ان احنا نحط مراوح. خلصنا المرحلتين دول كويس، اهدى شويه وبعديها نكلم شركه التامين. طيب ينفع نعمل المطالبه اونلاين؟ اه طبعا تقدر تعمل المطالبه اونلاين، بس خلي بالك مش هيبصوا لها في وقت الكوارث، مش هيبصوا على اونلاين ده خالص. فلازم نعمل التليفون. هتفاجأ ان تاني يوم ممكن تقعد انتظار 3 ساعات ونص 4 ساعات انتظار. عايز تقدر تنتظر انتظر، ما تقدرش هقول لك تتصرف ازاي. هو احنا هنكلم شركه التامين ليه؟ شركه التامين هتعمل لك حاجتين. اول حاجه انها تبعت لك شركه تنظف لك اللي حصل ده كله، لان لازم الارضيه طبعا زي ما قلت لو انت سبت الميه هتعفن وهتعمل بكتيريا. فهم بيشيلوا الحيطه اللي باظت وبيشيلوا الارضيات اللي باظت. فدي الشركه اللي بتيجي بتعمل حاجه اسمها تنظيف، بتشيل الحاجه وتنظف كويس. بعد كده شركه التامين بتبعت انسبكتور او اكسبرت في المطالبات، بيجي يقدر ايه هي التلفيات عشان يصلحوها لك، وبيشوف العفش اللي باظ او الاجهزه اللي باظت ويدفعوا لك ثمنها. ده الخطوتين اللي بتعملهم شركه التامين. لو انت عايز تخلص اسرع، لان انا بقول لك نصيحه، مفيش شركه تامين هيكون عندها قدر انها تقدر تغطي كم الناس دي كلها مره واحده لما بتكون الكارثه كبيره. مفيش شركات كتير تنظيف في البلد، ومفيش انسبكتور كتيره، ومفيش ناس يقدروا يعملوا الشغل ده يبنوا تاني من اول وجديد كتير. فاعتمد على نفسك. فاول حاجه تعملها ان انت بسرعه تدور على شركه تكون بتعمل التنظيف، تجيب منها استيميشن وتبعت ده بسرعه، تكلم الانشورنس تبعت لهم الاستيميشن يوافقوا لك عليه، واشتغل انت. اشتغل انت بانك تعمل الكلام ده. في حل تاني،
لو انا شاطر وبعرف اعمل الكلام ده بنفسي، سهل جدا ان انا ممكن اعمله، ان انا اخلع الخشب، بس خد صور الاول ان الخشب بايظ وخلعه، واطلب منهم ثمن الكلام ده ان هم يدفعوا لك انت بدل ما يدفعوا الشركه. يبقى ده الحلول اللي موجوده السريعه. ما تقدرش تعمل ده ولا ده، يبقى تستناهم لما هم يبعتوا لك حد يقدر يعمل الكلام ده، بس طبعا ممكن ياخد يومين ثلاثه اربعه. وهم طبعا بيقدروا بيعملوا، بيشوفوا المناطق الاول اللي فيها العدد الاكبر، بيبعتوا لهم هم الشركه، لان الشركه هتطلع من بيت تخش على بيت، تطلع من بيت تخش على بيت، فيبقى الموضوع سهل. انما بلاش يعني لو انت في منطقتك بعيده شويه قد ياخد الموضوع اطول شويه. الخطوه الثانيه اللي بعديها زي ما قلت ان هم يبعتوا انسبكتور يقدر كم التلفيات والحاجه. لازم تكون عامل لستة مجهز فيها كل حاجه اللي باظت بتاعتك، وصور بتاع الحاجه اللي باظت. اوكي. وهم هيدفعوا، وده كويس جدا انه حصل ان هو متغطي ضمن عقد التامين اللي اسمه باك سيلر. اوكي، او روتور دولو بالفرنساوي، او اللي هو ميه صرف. اوكي. دي الكارثه وازاي نتصرف فيها. طيب، ايه اللي المفروض نعمله في المستقبل بعد الموضوع ده؟ اول حاجه، بدايه من اختيار البيت، نصيحه للي هيختار بيت: ما تختارش بيت على طريق نازل، ما تختارش بيت قريب جدا من ميه. حاول تختار البيت دايما، او لو هتختاره جنب ميه اختار ان البيت يبقى عالي والميه تحت كده، فيبقى في فرق، عمر الميه ما هتطلع لغايه فوق. لما تيجي تختار شارع، اختار دايما شارع يكون البيت فوق كده طالع، مش البيت تحت وهو نازل. او تختار بيت فوق تبة او فوق جبل، ده بيمنعك كتير من الميه. انما انت خلاص دلوقتي انت بيتك خلاص خدته ودخل فيه الميه وبقت فيه المشكله. طيب، خلي بالكم في حاجه اسمها سام بامب. دي بتبقى زي حوض خشب بيبقى في البيزمنت كده وجواه ميه، وبقى في مكنه طالعه بيبقى ليها راس كده كبيره. السام بامب دي شغلتها انها بتاخد الميه اللي دخلت تطلعها بره، يعني تسحب الميه تطلعها. الناس اللي عندهم سام بامب دي استفادوا كتير جدا، يعني ساعدتهم كتير انها هي تسحب الميه وتطلعها لغايه ما المكنه اتحرقت. ده بيوريكم بس كم الكارثه كانت الميه عامله ازاي وكترها ازاي، ان السام بامب دي المفروض بتاخد شويه ميه مش قليلين يعني، بس لان الميه كانت كتيره المكنه اتحرقت، بس مش مشكله التامين هيغطيها. بس فاينلي بتساعد شويه، فاللي ما عندوش سام بامب ممكن يفكر ان هو يركب سام بامب في البيزمنت بتاعه. نمره ثلاثة، حضرتك بعد كده لما تيجي تحط حاجتك في البيزمنت لو سمحت حاول تحط حاجتك على ترابيزات يكون ليها علو مناسب شويه كده من الارض، عشان الحاجه ما تبص. يعني في ناس مثلا بيحطوا اللابتوب بتاع، مش لابتوب سوري، الكمبيوتر التاور بتاعهم حاطينه على الارض. ماشي، على عيني وراسي، بس الكمبيوتر ده ممكن يبقى لسه جايبه جديد ويفاجئ ان هو باظ مع الميه. طب ما تحط له ترابيزه وحطه فوق الترابيزه، على الاقل الميه لو جت. طبعا دلوقتي انت عرفت خلاص كم الميه اللي جالك قد ايه، دايما حط ترابيزه اعلى شويه من كم الميه بتاعك وحط حاجتك عليه. في ناس كتيره كانوا حاطين كراتين لبس، مش عارف اجهزه، مش عارف ايه. حط ده كله فوق حاجات، وخلي اللي تحت ده لو انت عايز تحط تحت ترابيزه حاجه ما بتبص من الميه، او لبس مثلا، فاللبس ممكن ناخده نغسله، مفيش مشكله فيه. انما حرام ان احنا نبوظ. هتقولي طب ما التامين ممكن يدفع لي ثمن الحاجه اللي باظت. اه، هيعوضك بالكمبيوتر وهيعوضك بالاجهزه لو انت حاطط اجهزه وكل حاجه، بس ما كل ده على حسابك. هو انت فاكر ده ببلاش؟ ما انت كل ما تزود المطالبه بتاعتك هيحصل ايه؟ سعر التامين بتاعك هيزيد اكتر. وهم اوريدي بيجهزوا من دلوقتي، عشان بس تبقوا عارفين، شركات التامين بتجهز من دلوقتي الزياده من 10% ل 25% حسب اللي دفعوه. والاخطر كمان ان هم الناس اللي ما اتضرروش من الموضوع ده وما عندهمش مطالبات برضه هيزودوا لهم التامين تقريبا 10%، بسبب الكارثه، لان هو هيدفعوا كميات مبالغ رهيبه جدا قد تصل يمكن 750 مليون او حاجه كده. فخلي بالك. يبقى اول حاجه شوف موضوع السام بامب. نمره اتنين قلنا اشتري بيت الاول وبعدين سام بامب، وبعدين نمره ثلاثه حط على ترابيزات تبقى عاليه شويه. دايما يكون عندك المكنه بتاعت شفط الميه تبقى جاهزه معاك. نمره اربعه المراوح كبيره، عشان لو حصل تاني واتكرر تبقى موجوده معاك. دي حاجات هتبقى اساسيات بعد كده عندك. طيب، لما ان شاء الله ما يحصلش حاجه تاني ويعني الموضوع يمشي كويس، نعمل ايه بعد كده وايه اللي هيحصل مع التامين؟ طبعا التامين انا قلت لكم من دلوقتي من شويه ان هو كده كده هيزود القسط في التجديد بتاعك. طيب، الناس اللي عندها بيوت وما اتضررتش في الموضوع ده، نصيحة ليكم: اجروا والحقوا واعملوا، خدوا تأمين للسنة الجاية من دلوقتي اللي يلحق، لأن هم قدامهم أسبوعين ثلاثة عقبال ما يزودوا السعر. فلو أنت جبت سعر على السعر القديم وشلته للسنة الجاية، اعمل كده واحفظه من دلوقتي أفضل لك، لأن الأسعار السنة الجاية هتعلى برقم أعلى بكتير من اللي احنا متوقعين، سواء على العربيات او البيوت. لان خلي بالكم برضو هم خسروا عربيات كتيره جدا، في عربيات كتيره جدا باظت وهي بتطلع توتال لوس، وطبعا توتال لوس بيدفع كتير شركه تامين، فتامين العربيات هيزيد وتامين البيوت هيزيد. اخر حاجه،
الأسئلة الكتيرة اللي كانت بتيجي لي، هل ده هيأثّر على تَمَن البيت؟ آه طبعًا أكيد هيأثّر على تَمَن البيت، المناطق دي هتبقى اسمها مناطق منكوبة، وهيبقى الناس اللي رايحين يشتروا عارفين إن ده حصل في المكان ده، وأنت ما تقدرش تخبّي للأسف، لإن في لمّا بتيجي بتبيع البيت حاجة اسمها الseller declaration، بالفرنساوي اسمها déclaration du vendeur، أو اللي هي التصريحات بتاعتك كل حاجة حصلت في البيت. فما تقدرش ما تقولش ان انت حصل عندك تصريف ميه، وان انت عملت كليم، وان انت عمل الكلام ده، لانك لو ما قلتش الكلام ده واكتشفوه بعد كده، سهل جدا ان المشتري يرجع عليك ويكسب قضيه وياخد منك تعويض ويرجع البيت وياخد فلوسه. فطبعا مش هينفع ان احنا ما نكذبش، وده لو ذكرناه فطبعا ده هيقلل ثمن البيت. بس مين يعرف، مع الحكومة الجميلة بتاعتنا اللي عمالة تدخل في مهاجرين، في خطة ان هم يدخلوا مهاجرين جداد يعني كتير، فاحتمال مع المهاجرين الجداد يحصل نفس الأزمة اللي حصلت قبل كده، ان الشراء اكتر من البيع، البيوت المعروضة قليلة والشراء اكتر، فسعر البيوت يزيد، حتى مع الموضوع تصريف المية او كلام من ده. بالعكس، ده انت ممكن تكسب اكتر. ساعتها نصيحة ليك، واللي واخد بيت زي كده وحصل الموضوع ده، بيع بيتك وروح اشتري بيت تاني يكون زي ما انا قلت كده بعيد عن المية شوية، عشان ما يحصلكش، لان التجربة كده فعلا كانت صعبة على الناس ان هو اللي مروا بيها، وما كانوش قادرين يستحملوا. لغايه دلوقتي ناس تعبانه كتير جدا 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 من الميه، وحياتهم اتغيرت، وخصوصا الناس اللي عنده ابنه مثلا عايش تحت في البيزمنت، بيذاكر تحت، حياته باظت خلاص، لان ما فيش تصليح هيتعمل قبل شهرين ثلاثه، لو مع شركه تامين ويمكن اكتر، ولو لقيت انت واحد يجي لك مش هيجي لك قبل اسبوعين ثلاثه لانه عنده شغل تاني. فالموضوع صعب. اهم حاجه يعني نخلي بالنا، ربنا يحمينا ان شاء الله. في حاجه كمان ممكن اقولها لكم، ان انت لو عرفت تعمل زي سور بيتعمل شويه، ان هو بيرفع الارض شويه عن البيزمنت، بحيث لما تيجي الميه ما تبقاش نازله على طول. دي حاجه طبعا من ضمن الحاجات الكويسه. الحاجه التانيه كمان، اللي حصل عنده شروخات في الحيطه بسبب الموضوع ده، كل ده برضو متغطي، ما تقلقوش. بس على قد ما تقدر حاول لم موضوع المطالبه بتاعك، عشان ما يبقاش مبلغ كبير والقسط بتاعك يزيد اعلى بكتير. ربنا ان شاء الله يمنع عننا كل كوارث، كل حاجة وحشة. اي حد عنده استفسار في المواضيع دي انا تحت امره، من عينيا الاتنين يبعت لي، وانا تحت امركم في اي حاجة. سلام.